بمناسبة الأسعار الغالية والظروف اللي إحنا بنمُر بيها، غصبٍ عننا بنضطر نجيب لولادنا الحاجات اللي بيحبوها وبيشبطوا فيها، ومن ضمن الحاجات اللي ولادنا بيحبوها وبيشبطوا فيها الmarshmallow. بنروح نسأل على سعره نلاقي الباكيت اللي حوالي 150 جرام يعدّي ال200 جنيه أو 150 جنيه، وده طبعًا حرام وغالي جدًا في الظروف اللي إحنا فيها دي ويمكن أكتر كمان. فالنهارده حبيت أعمله معاكم بطريقة سهلة جدًا ومكونين بس على قد ما هو غالي، لكن لو عملناه في البيت مكونات بسيطة جدًا. أنا هنا عندي معلقتين من الجيلاتين وده بيتجاب من عند العطار رخيص جدًا، عليهم ربع كوباية مَيّة مغلية، هادوبهم كويس أوي، أوي، وبعدين هاركنهم على جنب، أهم حاجة المَيّة تكون مغلية. هاجي بعد كده عندي حلة، صينية، طاسة، اللي موجود عندِك، أحط كوباية ونُص من السكر وعليهم نُص كوباية مَيّة وعصرة ليمونة أو معلقتين عصير ليمون، دي يعني نُص ليمونة كبيرة، وهاقلبهم على بعض وبعدين هارفعهم على النار. هنا بقى النقطة اللي أنا عاوزة أقول لِك عليها، إن أنا هافضل عيني عليه، أنا مش عاوزاه يغمق، مش عاوزة السكر يغمق، أنا عاوزاه يغلي ويربط معايا من غير ما لونه يغيّر، لسه يبقى لونه فاتح زي ما أنتم شايفين كده، وده مهم جدًا علشان يطلّع معايا الmarshmallow شكله جميل وكمان طعمه حلو أوي. خلاص كده أنا شايفة إن كده السكر خلاص خلص، أول ما يغلي معايا ويبقى فقاعاته كده تمام، هاخد بقى الجيلاتين هانزّله في بولة وهانزّل عليه السكر اللي أنا عملته، شايفين الخليط متماسك إزاي؟ وبعدين عندي بالمضرب هافضل أضرب كده لمدة 10 دقايق متواصلة، أنا هاورّيكِ بس المراحل هنا بعد حوالي دقيقة، شايفين شكله عامل إزاي؟ أنا مسرّعة الفيديو طبعًا عشان ما يبقاش طويل عليكِ، ولكن أنا هاقول لِك المراحل بالدقايق، دي 3 دقايق بالضبط كده، هنا حوالي بعد 5 دقايق شايفين كده؟ يعني أمّا يبدأ بقى هاخش في 6 دقايق كده، أروح حاطة شوية فانيليا وألوّن باللون اللي أنا عاوزاه. طبعًا دلوقتي الألوان موجودة في كل مكان، الألوان الصحية المُصرّح بيها، أنا حطيت اللون البينك ده عشان الولاد بيحبوه أوي، وتحطي بالتدريج طبعًا واحدة، واحدة لغاية ما تاخدي اللون اللي أنتِ عاوزاه، وبعد كده هافضل أضرب لغاية ما يدّيني القوام ال اللي أنتم شايفينه ده، كده خلاص المارشميلو معايا بقى مضبوط، قد إيه سهل وبسيط ومكوناته ما فيهاش أي صعوبة، وغالي على الفاضي. عندي هنا بقى البايركس هاغلّفه ورق ستريتش وبعدين هادهنه بشوية زيت كده علشان خاطر برضه يبقى سهل معايا لمّا آجي أخرّجه من البايركس وده مهم أوي، يا إما أغلّفه بنشا فوق وتحت وأنا مش عاوزة أحط نشا دلوقتي، النشا كده، كده هاحطها لمّا آجي أقطّعه. وبعدين أجيب برضه كيس كده يكون بنفس طول البايركس وأدهنه زيت وهانزّل كل المارشميلو عندي في البايركس. سهلة شايفة القوام عامل إزاي؟ سهلة جدًا، 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 والقوام ممتاز. أمّا بقى الكيس اللي أنا دهنته هاحطه على الوش كده عشان برضه أعرف أطلّعه بسهولة، وأبدأ بإيديّا أساوي كل الوش بيبقى كلّه سِوَى واحد ونفس الحجم ونفس الكثافة يعني. وبعد كده أحطه في التلاجة لمدة 4 ساعات. أول ما أطلّعه من التلاجة بقى، المكان اللي هاقطّع عليه المارشميلو هاحط عليه شوية نشا، ده مهم، نشا. وبعدين هاجيب المارشميلو بتاعي وهانزّله على المكان اللي حاطة فيه نشا، وهاشيل بس كل البلاستيك ده، شايفين بيطلع معايا بسهولة إزاي، علشان طبعًا أنا كنت حاطة له الزيت، وهابدأ أقطّع مكعبات، مربعات، صغيّرة، كبيرة، على حسب ما أنتِ بتحبي، بس يعني أنا باعمل اللي يسهّل عليّا الأمر، يبقى مكعبات كده رفيّعة وصغيّرة، تبقى لذيذة برضه. المارشميلو ممكن نستخدمه كمان في الشتا مع الhot chocolate حتى والله لو حطيتيه مع السحلب هيبقى جميل جدًا، والولاد بيحبوه، وهنستخدمه كمان حشوات للبسكوت وحاجات جميلة جدًا. لو وصلت معايا لهنا يا ريت تديني كده لايك وتشترك معايا في القناة وتشيريه لحبايبك وصحابك. بعد كده هاعمل إيه، أهم نقطة بقى دلوقتي عشان أشيل المارشميلو ويفضل معايا بشكله كده، هابدأ أمسك كل قطعة أو كل مربعة ويعني أحاول أنا أغلفها بالنشا من كل ناحية علشان لمّا أشيلها وأحطها في العلبة أو في المكان اللي هاحفظها فيه،
تبقى ما تلزقش ببعضها، لان انتوا عارفين شايفين شكلها عامل ازاي. وده النتيجة النهائية، شايفين قد ايه متماسكة وطرية ومطاطة لأبعد الحدود، جميلة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وإن حسيت إن استفدت من الفيديو وعجبك تشتركي معايا في القناة وتفعلي الجرس وتعملي لايك وشير. باي باي.